ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. معاكم دكتور فارس نشاط. ان شاء الله النهارده هكلمك عن شهر 11. عارف ان انا غايب بقالي فترة كبيرة، يعني مثلا داخلين على الشهر ما ظهرناش على القناة بتاع اليوتيوب ولا اي نصائح ولا اي حاجة. ولكن انا عاوز بس ان انتوا تقدروني في الفيديو ده، وان انتوا يعني تشجعوني بس عشان نكمل بقى في السلسلة دي ان شاء الله. كان عندي امتحانات ميد ووفاة جدي. عاوز كلكم تدعوا في التعليقات. وكمان اولا امتحان عملي الاسبوع الجاي، فعمل الميد والنظري بتاع الميد، ولسه بعدها هنريح اسبوع، وبعدين ناخد اسبوع كويزات، وبعدين اسبوع عملي الفاينل، وبعدين فاينل النظري. فادعوا لي بس ان ربنا يكمل الفتره على خير. وانتم مش مسؤولين عن اي حاجه بتحصل، ولكن انتوا كل اللي عليكم او حقكم عليا ان انتوا فيديوهاتكم تنزل في وقتها. طيب فيديو بعنوان ايه؟ فيديو بعنوان نصائح شهر 11. طيب اول حاجه كده عاوزكم تعملوها الا وهي ان انتوا تنضموا لجروب التليجرام بتاع الثانويه العامه. ده جروب مهم جدا، هينزل عليه تلخيصات، نصائح، كل حاجه هتلاقوه تحت في الوصف. اول تعليم مثبت انضم ليه، حرفيا كنز كبير جدا لطالب في الثانويه العامه. طيب اول حاجه اتكلم عنها في نصائح شهر 11 الا وهي بما اننا وصلنا للفتره دي، يعني الفتره دي اللي هي الفيصل ما بين الترم الاول والترم الثاني. تخلص شهر 11 من هنا، او تحديدا نص شهر 12 هتلاقي نفسك خلصت الترم الاول. هتفصل الترم الاول كده، الترم الثاني كده انت بقيت في نص السنه، انت داخل على منتصف السنه. فانت في الفتره دي عاوز تحدد اهدافك بقى. انت خلصت مثلا الفصل الاول كيمياء، الفصل الاول احياء، الفصل الاول فيزياء، خلصت مثلا يونت انجليزي او 2 يونت. طيب تعمل ايه بقى؟ تبدا ان انت تبدا تحدد تاسكاتك. خلصت دول، ابدا ان انا بقى اركن على جنب، اظبط بقى، اعمل جدولي، ابدا ان انا اظبط الجديد مع القديم. ده بقى عشان القديم بنسبه كبيره دلوقتي يعتبر نسيته، او كمان اسبوع ولا حاجه، او كمان شهر هتلاقي نفسك انت دخلت بقى خلاص على الترم الثاني، فانت هتلاقي نفسك الترم الاول ده كله قربت تنساه. فانت عشان اهم حاجه في الفتره دي انت تعملها الا وهي ان انت تعمل جدول وتكتب فيه اهدافك، وتكتب فيه الحاجات اللي انت تعملها. والجدول ده ما يكونش بعيد المدى، يعني ايه؟ يعني تعمله يومي او اسبوعي، كل يوم تحدد اهدافك. خدت كذا اخلص كذا، خدت كذا اخلص كذا، وهكذا لحد ما تبدا ان انت تخلص كل حاجتك اول باول، وتبدا ان انت بعدها تبدا تشوف هتعمل ايه في الترم التاني. طيب تاني حاجه عاوز اتكلم عنها في فيديو النهارده الا وهي ان انت خلاص انت بقالك 3 شهور في ثانويه عامه، هتقعد تتنقل ما بين المدرسين كانك عيل صغير، يعني ملاش لازمه. فانت اثبت عند مدرس وظبط حاجتك معاه، يعني ظبط فهمك وشرحك وكل حاجه معاه، وابدا. يعني شايف دلوقتي اغلب الطلبه بتشتكي يعني ما فهمش المدرس ده، ما فهمش الماده دي ضايعه، الماده دي كذا، الماده دي كذا. فانا حابب اقول لك يا حبيبي اثبت عند مدرس انت بتفهم منه. ما فهمتش خالص، شوف على اليوتيوب، شوف على منصات، شوف سنتر، شوف كذا. المهم ان انت بدنك واقف عند نقطه متجمده ودانك واقف. انا ما بفهمش الفيزياء، لا الفيزياء زي الزفت، انا هداني راكن على كده. ما يعني الحل ده مش حل، ده مش حل، انت بتضيع نفسك. طيب تالت حاجة ألا وهي عاوز أتكلم عنها في فيديو النهاردة. في واحد حقودي معايا في الجامعة كان بيشوف قناتي على اليوتيوب. لو أنت بتشوف الفيديو ده أحلى مسا عليك يا صاحبي، أحلى مسا عليك. الواد ده يعني سبحان الله عقليات كده تعبانة. ليه؟ إن هو شايف عندي قناة على اليوتيوب فهو دماغه تعبان. ربنا يهدي ويشفي ويبعد عننا الأشكال اللي ما يعلم بها ربنا والله. طيب تالت حاجة عاوز أتكلم عنها في فيديو النهاردة ألا وهي انتظم في الصلاة وقرب من ربنا. بس دي عنوان كده، يعني الواحد المفروض يبقى الفيديو لوحده اصلا. الا وهي انتظم في الصلاه وقرب من ربنا. قرب من ربنا هتلاقي كل حاجه، والله هتلاقي كل حاجه. فقرب من ربنا وادعيه، وابدا ان انت بقى كده فترة العشوائية أول 3 شهور دول اللي ضاعوا منك أصلا، حاول بقى إنك تظبطهم عشان يعني تبدأ إن أنت خلاص أنت السنة الترم الأول قرب يخلص، الترم التاني قرب يجي، فحاول بقى تظبط دنيتك. طيب تالت حاجه او رابع حاجه عاوز اتكلم عنها الا وهي حته التراكمات. انا لسه قايلك في اول فيديو حاول انك تظبط وقتك عشان الترم الاول والترم التاني هيجي. حاول بقى انك تعمل جدول اسبوعي او يومي تحدد فيه اهدافك بقى، ان انت تخلص فيها المتراكم. اخد مثلا الدرس الاول مع مثلا الجديد، الدرس التاني كيمياء مع الجديد، وهكذا. اكتب حاجه قديمه مع حاجه جديده، وابدا انك تحل على الحاجه القديمه دي واهتم بيها وراجعها اول باول. هتلاقي نفسك من كتر المراجعه او المخ اول مره بيستوعب مثلا 20 30%، بعد كده يبدا ان هو يستوعب 40 50 60 لحد ما تستوعب الحاجه بنسبه 70 80%. انت كده وصلت لليفل التوب. راجع عليها كمان مره وتبدا انك تستوعبها لاقصى حاجه 90%، وده شيء هيكون عظيم جدا. الحاجه الجايه الا وهي يعني شيء لو تعلمون عظيم، الا وهو ان انت يعني الفتره الجايه هيبقى عندك اجازه ما بين الترم الاول والتاني. حاول انك تفصل فيها عشان تاخد راحتك جدا للترم التاني. الترم التاني يعتبر من اصعب الحاجات على كل الناس، جامعه ثانويه ابتدائي اعدادي، بص كله. ده بقى الترم التاني هيبقى عندك رمضان، هيبقى عندك امتحانات
امتحانات هتيجي في شهر 6 في نهاية الترم التاني، فانت يعني بمقرر من دخولك الترم التاني ايقن بقى كده يا صديقي ان انت خلاص دخلت على الامتحانات النهائية. بس كده، وبالتوفيق. سلام.